اعمل بنفسي، تدري اصور هذه المقاطع الفيديو اللي يشوفونها اصورهم باجهزه الموبايل. انا هسه يعني مخلي لك بصراحه سؤال، انه انت موبايلاتي اصور هذا اللي ما يدري، هذا الاستوديو وهذا الشغل اللي بيتي. تشتغله ببيتك، ما عندك كادر لا وقناه؟ ترى والله الناس عبالها، لا لا يعني اتمنى توضح. ومنتج. الناس ترى عبالها انت عندك لا لا استوديوهات ومصورين. منتج كابكات وكله بيدي، كمل واجي امنتج. وهذا مو استوديو، هو بيتك هو. لا لا بيت يعني مكتبي بصب بيتي، يعني هو من ضمن البيت، من ضمن البيت بصفه. انا جاي اصور بيه. ما عندك مصورين وكادر والله مرات استعين باولادي، جعفر ريناس مم. او اخوي اذا موجود خابره اقول له تعال، نعم. او اي واحد اجاني نصب الكاميرا اشوف الابعاد واقعد بس اقول له طفي شغل. مرات ابني ريناس يقول لي بابا كافي مليت انا كافي تاخرت. الفيديو اللي هذا اللي يشوفه ترى مسؤوليه. زين ما يطلب اجور. لا مسؤوليه هذا الفيديو. هذه نعم. مسؤوليه. احسب 1000 حساب لكل كلمه تطلع من عندي. ثق بالله. وانا هاي ما مسولف بيها. قضيه من القضايا اللي جتني مجرد لان تنفست بس حكى الضيف قال انه ابن الوزير الفلاني هو اللي مسيطر على هذه الوزاره. انا سويت الله كريم ان شاء الله صوتك يوصل. بس اقسم بالله جتني مذكره استقدام وعند عدم الحضور في الوقت المحدد خلال 3 أيام سوف تصدر بحقك مذكره امر قبض عن نفس. اقسم بالله. ولو ما رايح متنازل نعم. الشخص قال عمي يعني انا ما طلبت عليك يعني ايش سألوك بالتحقيق؟ ايش قالوا لك؟ نفسيت؟ ما رحت تنازل. تنازل يعني حبا لو رحت راضيته؟ لا ولا راضيته. وش انا بتنفس وراد يشتكي على الضيف اللي حكى. فقال زحمه يطب واحد الضيف خلينا نجيب الكادر كله. فجابني اياه. فبعدين قلت له عم صدر عليه استخدام شنو مشتكي عليه؟ منو جايب طاريك انت؟ فقال سهو انا راح اتنازل. اكو واحد من عرفت ضيفي سالني قال شنو سالفه اللكزز؟ اكو لكزز بالموضوع؟ شنو اللكزز مال صاحبي ابو عمار هذا ياسر مرشدي. يعني هاي اللي صعد تحياتنا الاخوه بالكواليس جايين. وشنو هاي سالفه اللكزز؟ جينا البابل ايضا قبل سنتين او سنتين شو اسمها المدينه الاثريه. مدينه بابل. مدينه بابل او المنتجع. قلت له شو مرخصتك؟ خلص صعد بيها. صعد يشوف ما اعرف منو الشرفاء التقط صوره لكزز. هاي قصه اللكزز.